زي ما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت إن عشان تعرف أي شيء في الدنيا لازم تعرف القواعد بتاعته عشان تقدر تتطور فيه وتقدر كمان توصل لمستويات عالية. في الحلقة اللي فاتت كنا شرحنا قواعد التصوير الفوتوغرافي، وفي حلقة النهاردة معانا قواعد التصميم الجرافيكي. كالعادة هنبتدي الموضوع من الصفر، نشرح بالتفصيل وكمان معانا أمثلة عشان نعرف كل حاجة عن تصميم الجرافيك. من غير ما أطول عليك يلا بينا نبدأ موضوعنا النهاردة. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده. زي ما اتفقنا النهارده معانا قواعد تصميم الجرافيك، وعشان ننتقل للقواعد خلينا نجيب الموضوع بتاعنا من البدايه، وهو يعني ايه اصلا تصميم جرافيك. تصميم الجرافيك في البدايه كان عباره عن فن بيعتمد على شغفك وعن فكرتك في تصميم اي شيء. طبعا كل ده قبل التكنولوجيا وقبل ظهور برامج التصميم اللي انت بتشوفها او بتستخدمها دلوقتي. ولكن مع الوقت اتطور الفن ده وابتدى يكون علم، ليه قواعد ومصطلحات ومبادئ بنبتدي نمشي عليها عشان نخرج شغل احترافي أكتر. بالتالي لما المجال ده اتطور ظهر ليه أنواع كتيرة ومجالات جوه تصميم الجرافيك، زي مثلا الهوية التجارية أو الهوية البصرية اللي ليها ارتباط بالعلامة التجارية اللي انت بتصمم لها. مثلا نوع تاني زي الإعلانات، نوع تاني زي واجهة المستخدم، ورابع نوع وهو الطباعة والتغليف، كمان صناعة المحتوى والتصميم المتحرك وكمان المعمار. كل الأنواع دي اتطورت وظهرت بعد ما تصميم الجرافيك تطور مع الزمن وظهور برامج التصميم اللي انت بتستخدمها، سواء ادوبي إليستريتور وهو الاشهر او ادوبي فوتوشوب او اي برامج تصميم انت بتستخدمها سواء موبايل او اي شيء. ومن هنا ابتدى يظهر المبادئ اللي لازم نمشي عليها. بما ان المجالات كترت لازم يكون لكل مجال مجموعة من القواعد او قواعد ثابتة ببتدي ان انا اتعلمها عشان يتقال عليا مصمم جرافيك فاهم في الموضوع، قادر ان انا افهم المعطيات بتاعة التصميم اللي انا هشتغل عليه واوصل لنتيجة كويسة. واول قاعدة معايا او مبدأ وهو مبدأ التوازن، والتوازن ده بينقسم لكذا نوع. عشان اخلي التصميم بتاعي مريح للعين لازم اطبق قاعدة التوازن. عندنا توازن متماثل زي الاشكال اللي انا بستخدمها في التصميم، ان انا استخدمها بشكل متناسق ومتناظر، نفس الاحجام ونفس الاشكال حتى لو انا كررتها في التصميم. ده هيخلق فكرة في التصميم، كمان هيخلي عين المشاهد مرتاحة وهو بيتنقل ما بين التصميم والعناصر بتاعته عشان يفهم التصميم من غير ما ينزعج او يلاقي ان التصميم وحش. وزي ما في توازن متماثل في توازن غير متماثل، وهو ان انا بستخدم نفس الاشكال ولكن بكبر الاحجام واصغرها. يعني مثلا لو انا هستخدم الدوائر اقدر ان انا استخدمها باحجام مختلفة جوه التصميم على حسب الحاجات اللي انا هضيفها على الدوائر دي، وكل ده بيبقى على حسب موضوع التصميم. ينتقل لنوع كمان وهو التوازن المحوري او الدائري، وهو ان انا بقسم الاشكال في التصميم بتاعي بشكل دائري على حسب برضو الموضوع اللي انت بتقدمه، بحيث ان هو يكون مريح للعين، العين تقدر تلف مع التصميم او العناصر اللي انت حاططها، وبالتالي هتمشي على الفكرة بتاعت التصميم وتفهمه بالتدريج. ولما بستخدم القاعدة دي بيخلق توازن وتماسك وتناظر جوه التصميم بتاعي، وبالتالي يكون مفهوم اكتر واقدر ان انا احط العناصر بشكل مفهوم. انا فاهم ان انا بعمل دلوقتي توازن، مش مجرد برمي العناصر كده بشكل عشوائي وخلاص. وتاني مبدأ معانا وهو مبدأ المحاذاة، والمبدأ ده من اسهل المبادئ اللي انت ممكن تستخدمها. ده بنستخدمها مع كل شيء جوه التصميم اللي انا بعمله، سواء كان نصوص سواء كان اشكال او خطوط او اي شيء. وده احنا عارفينه من زمان. لو انت من الناس اللي استخدمت زمان الوورد او استخدمت اي برامج فيها محاذاة او نصوص، بقدر ان انا انظم العناصر او العناوين بشكل مثلا محاذاة في الوسط، ان انا العنوان يكون في الوسط، واقدر ان انا احاذي باقي العناصر الفرعية للوسط بنفس الشكل. اقدر كمان ان انا اعمل محاذاة لليمين او محاذاة للشمال للتصميم بتاعي او للكلام اللي انا بحطه. وده هيساعد ان انا اخلي التصميم بتاعي منظم اكتر مريح للعين اكتر، بالتالي اقدر ان انا انظمه واوصله للناس. خصوصا الحاجات دي بتتعمل لو انت بتصمم منتجات او بتصمم مثلا منيو لمطعم معين، او بتصمم حاجة فيها كلام كتير محتاج انك انت تكتبها بشكل منظم. زي ما قلت لك ان ده من اسهل المبادئ اللي انت ممكن تستخدمها او تفهمها بشكل
بديهي يعني مش محتاج انك انت تعرفها، واكيد انت ممكن تكون عارفها من قبل ما انا ما اشرح المبدأ ده اصلا. مبدأ رقم 4 معايا وهو من المبادئ المهمة اكتر، وهو مبدأ التسلسل الهرمي، وهو المبدأ اللي اغلب الناس بتستخدمه طول الوقت في التصاميم بتاعتها، خصوصا لو انا بعمل تصميم بوجه منه رسالة معينة اقدر ان انا اخاطب بيه العقل الواعي او اخاطب بيه العقل اللاواعي. وهنا بيعتمد على ابداعك اكتر، وهو ابراز الكلمة او الرسالة جوه التصميم، سواء انك هتكبر حجمها، هتغير لونها، تستخدم نوع من انواع الالوان اللي هي ملفتة للانتباه بتدل على معاني معينة في الكلمة دي. بالتالي اقدر ان انا استخدم فيها التسلسل الهرمي، وهو ان انا ببين الرسائل اللي جوه التصميم من الاهم للاقل اهمية. مهم ببتدي ان انا اهتم بيه اكتر، بحيث ان انا ازود فيه حجم الخط، ازود فيه الالوان، ابتدي ان انا ابرزه بشكل كويس، اوجه كل عناصر التصميم اللي موجودة جوه التصميم للكلمة او الحاجة الرسالة اللي انا عايز اوصلها. مش شرط تكون الكلمة دي بستخدمها للعقل الواعي اللي انا عاوزه يبص لها بشكل مباشر اللي بيتفرج على التصميم، او للعقل اللاواعي اللي انا عايزها اوصلها بشكل غير مرئي. طيب لو جينا نسأل نفسنا ان انا دلوقتي بوصل تصميم فيه منه رسالة معينة، وهو هنا استخدمت مبدأ التسلسل الهرمي. طب لو انا عاوز اوصل اكتر من رسالة، رسالتين متناقضين مثلا، وده هينقلنا للقاعدة اللي بعدها وهي قاعدة التباين، وهو ان انا مثلا عاوز اوصل رسالتين، الضوء عكس الظل، او فكرة معينة محتاج ان انا اوصل منها الخير والشر فيها، فمحتاج ان انا استخدم هنا قاعدة التباين، وهو ان انا ببرز كلمتين او رسالتين معينين لونين عكس بعض، شيء عكس شيء. هستخدم قاعدة التباين بحيث ان انا انوع في الرسائل، اوضح منها الشيء اللي انا عايز اوصله وعكسه كمان، بحيث ان الموضوع يكون مفيد اكتر، واقدر ان انا اوصل اكتر من رسالة بشكل احترافي اكتر. بعد كده هننتقل لمبدأ تاني، وهو مبدأ التكرار. التكرار ده بنستخدمه اكتر في الاعلانات او الهويات البصرية، هو ان انا بستخدم عناصر تصميم متشابهة جوه التصميم بتاعي، خصوصا لو انا بعمل هوية بصرية او علامة تجارية، محتاج ان انا اوصل للعميل اللي بيستخدم المنتجات بتاعتي يحفظ او يتحذر في دماغه العلامة التجارية دي، بان انا بكرر نفس الشكل في جميع العناصر اللي انا بستخدمها، او ان انا بخلي التصميم بتاعي متكرر كده بحيث يلفت الانتباه اكتر، ويلفت النظر للعناصر او للحاجة اللي انا عاوز احفرها في دماغ العميل. ودي من اهم المبادئ اللي انت تستخدمها في تصميم الجرافيك. طبعا مع التغذية البصرية وانك انت تحرك ايدك في التصاميم بتفهم مبادئ اكتر، ومبادئ انت بتجيبها من دماغك. زي ما انت ما شايف المبادئ اصلا سهلة ومفهومة ومش محتاجة شرح كتير، ولكن الموضوع كله بيعتمد على ابداعك انت، وكمان تكرار انك انت بتصمم وبتشتغل كتير. برضه هسيب لك مقال في وصف الفيديو ده عن مبادئ اكتر لتصميم الجرافيك، مبادئ سهلة وبسيطة مش محتاجة شرح كتير ولكن برضه للاطلاع. كل اللي انا بنصحك بيه انك انت تستخدم المبادئ دي، تستخدمها كلها او تقلل منها، مش مهم انك انت تستخدمها زي ما هي. الموضوع بيعتمد على ابداعك وعلى التغذية البصرية على حسب المجال اللي انت بتصمم فيه. وبكده نكون شرحنا موضوعنا النهاردة. اتمنى ليك التوفيق. الموضوع بيعتمد اكتر على التغذية البصرية، اهتم بالتغذية البصرية واهتم انك انت تشتغل كتير بايدك، والموضوع هيكون سهل. الممارسة ثم الممارسة، بس كده. تنساش بقى اللايك والمتابعة وكمان تعليق. انا اخوك يحيى الشافعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.